السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيوات متنوعه مع ايمان. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نقدم معكم كيك للاستعمال اليومي. صراحه كيجي منتفخ، كيجي عالي، والاهم من هذا كيجي لذيذ. غير جربوه وان شاء الله غيولي معتمد عندكم. واللي عجبو لا فيديو ديال اليوم ما يبخلش عليا بواحد اللايك، يبارطاجي مع الحباب من باب التشجيع. باش ما نطولش عليكم خليكم مع الطريقه والمقادير. بسم الله على بركة الله. غنبداو بالطريقة والمقادير في نفس الوقت. في أول مرحلة غادا ناخد الخلاط الكهربائي، غادا نضيف فيه 5 ديال البيضات، كاس ونص ديال الزيت، كاس ونص ديال السنيدة، كاس ديال الحليب، وجوج فانيات. العبار كيكون بالكاس ديال العنبة. هاد المكونات كاملين غنديرهم في الخلاط الكهربائي وغنطحنهم حتى كيطحنوا ليا مزيان ونرجع معاكم. الخلاط الكهربائي ضفت فيه 5 ديال البيضات، كيف ما قلت لكم كاس ونص ديال الزيت، العبار كيكون بالكاس ديال العنبه، وغنضيف ايضا كاس ونص ديال السنيده. بالنسبه اللي بغى ينقص من السنيده يمكن لكم ديروا غير كاس وربع كيف ما درت انا هنا. صراحه درت غير كاس وربع، ولكن صراحه الوصفه راه فيها كاس ونص. صافي، وغادا نضيف كاس ديال الحليب، وهنا غادا نكه بالفاني، وغنطحن المكونات كلهم في الخلاط الكهربائي حتى كيندمجوا ليا مع بعضياتهم ونرجع معكم. صافي، هنا من بعد ما طحنت المكونات جيدا، هنا غادا نجيب واحد البول وغادي نكب فيها الخليط ديالي. بسم الله. صراحه هذا الكيك راه كيجي عملاق وكيجي بحجم عائلي. صافي، كيف ما قلت لكم غادي نكب المكونات كلها في هذا البول. من بعد غنبدا ندخل في الدقيق تدريجيا. هنا البنات عندي 400 غرام ديال الدقيق، العبار بالكاس ديال العنبه تقريبا غيكونوا 4 الكيسان. هنا غادا نبدا نضيف غير بشويه بشويه حتى كندخل هاد الكميه اللي قلت لكم، تقريبا 4 الكؤوس ديال العنبه. صافي، هنا كبيت الكميه الاولى، وبطبيعه الحال كنحاول ندخل هذاك الدقيق في هذا الخليط غير بشويه بشويه حتى كيندمجوا ليا المكونات مع بعضياتهم. وهنا غادا نضيف الكميه اللي بقات ليا ديال الدقيق، وكنحاول كندخلها في الخليط. وهنا بالنسبه للخماره عندي 3 الخمارات اللي كيكونوا من فئه 8 غرام في كل وحده. كيف ما قلت لكم هذا الكيك راه دغيا كنوجدوه وكيجي رائع وكيجي بحجم عائلي. نتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير ان شاء الله. صافي، هنا كنخلط المكونات مزيان. صافي، هنا من بعد ما دخلت الكميه ديال الدقيق اللي عندي كيكون هذا هو القوام ديال الخليط، كيكون شويه ثقيل. هنا عطيتكم المقادير مضبوطين البنات. صافي، هنا غادا نضيف واحد معلقه ديال الخل، كتعطينا واحد القوام زوين للكيك ديالنا وكتخليه يجي رطب من الداخل. صافي، هنا كنحرك المكونات. صراحه غير جربوا هذا الكيك ان شاء الله راه غيولي معتمد عندكم. وهذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. صافي، من بعد كنجيبوا اي مول عندنا كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق وكنكب فيه الخليط. كنخلي واحد الكميه قليله اللي غادي نضيف لها تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو. صافي، كيف ما قلت لكم خليت انا واحد الكميه قليله، غادي نضيف لها واحد معلقه كبيره. صافي، هنا ضفت واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو. وإلا بان لكم الخليط ثقال بزاف ضيفوا واحد معلقه ديال الحليب. صافي، هنا كنحرك المكونات. صافي، هنا من بعد ما حركت هذا الخليط بان ليا شويه ثقيل، كيف ما قلت لكم غنضيف واحد معلقه ديال الحليب وصافي، وكنحرك الخليط ديالي وكيكون هذا هو القوام. صافي، نكب فيه هذا الخليط ديال الكاكاو. صافي، هنا كناخذ واحد السكين وكنحاول كندير شكل رخامي على هذا الشكل.
كيف ما قلت لكم البنات، هذا الكيك راه كيجي عالي وكيجي منتفخ. غير جربوه وان شاء الله راه غيولي معتمد عندكم. وهنا عندي كميه من هاد بيبي شوكولا، كيبقى اختياري اللي بغى يضيفو للكيك ديالو يضيفو، كيعطي حتى هو واحد المنظر وكيعطي واحد المذاق. صافي كنديرو على الكيك ديالي بحال هكا. وبالنسبه للفران راه كندخلو الفران اللي كيكون بارد على 180 درجه حتى كيطيب ليا الكيك ونخرجو. وهنا الكيك ديالي طاب، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. راه كيف ما قلت لكم كيجي منتفخ وكيجي عالي تبارك الله ما شاء الله. صافي هنايا ما بقى ليا غير نقلبو باش نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي. البنات الكيك ديالي ها هي قلبتها من المول، شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي، راه كتجي عاليه ما شاء الله. صراحه راه كتجي زوينه زوينه بزاف. هنا غادي نقسم معكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. وهنا قسمت معكم واحد المورصو، شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي. راه كتجي مشكلطه بهذاك الشوكولات اللي درنا ليها من الفوق. وهنا كتجي رخاميه. صراحه راه كتجي زوينه زوينه البنات، غير جربوها. ونتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بواحد اللايك، تبارطاجيو مع الحباب من باب التشجيع. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.